مثل ما كل السوريين شاهدوا انطلاقة فعالية صندوق التنمية السوري برعاية السيد الرئيس في قلعة دمشق. فعالية اليوم اللي صارت بطرطوس هي نافذة للمجتمع الطرطوسي، لأهل طرطوس، حتى يشاركوا بصندوق التنمية السوري. نحن لازلنا في أجواء الفعالية، وأهالي طرطوس عم يجودوا من كريم أمواله كما ذكر السيد الرئيس، وعم يتبرعوا لصندوق التنمية. طبعا هاي الحالة لها عدة معاني وعدة رسائل. صندوق التنمية السوري مثل ما ذكر الكثيرين هو مو مجرد صندوق تبرعات عم تتجمع فيه الأموال، إنما هو بيجسد حالة معنوية ما بعد الحرب اللي مرت على سوريا خلال 14 سنة، كذلك الأمر الفترة اللي مرت على سوريا خلال سنوات النظام البائد اللي أسهمت بتراجع سوريا للخلف كتير. صندوق التنمية بيعبر عن إرادة المجتمع السوري وأهل سوريا بالعموم برغبته بالنهوض من جديد والقيام ما بعد التعثر اللي صار. بتجسد كمان حالة أنه سوريا عم تحاول توصل رسالة لكل العالم أنه نحن كسوريين قادرين نبني بلدنا بأيادينا بدون انتظار الأيادي الخارجية حتى تبعث الأموال وتبني البلد. بجسد حالة سياسية، مشاركة كل الأطياف السوريين وكل ألوان المجتمع السوري في الحملات اللي عم تصير والتبرعات اللي عم تصير. العنوان اليوم هو سوريا، كل سوريا، ما في تفرقة بين طائفة أو لون أو منطقة. كل السوريين عم يشاركوا بمشروع دعم صندوق التنمية السورية. طرطوس لها تاريخ في دعم البلد، واليوم عم تجدد هذا التاريخ من خلال التبرعات اللي عم تصير في طرطوس. بوجه شكر لكل أهل طرطوس اليوم وبكرة وبعدين، اللي عم نشوفه شيء بيرفع الراس. هذا الأمر يعني بصمة عم تنحط بالتاريخ، ونحن عم نعيش تاريخ جديد وتاريخ وليد عم يتسجل، وكل الناس عم تشوفه بالصوت والصورة.